شاء الله تكونوا كامل ملاح وعلى خير. جيتكم بحكاية جديدة تحت عنوان حب المراهقة. قبل ما نبداو الحكاية ما تنساوش ديروا جيم ولا كنتوا جدد اشتركوا بالقناة هكذا باه يجيكم كل جديد. ونبداو حكايتنا تاع اليوم. انا اسمي ايمان. حكايتي بدات ملي كان عندي 14 سنة، وهذا السن واعر بزاف واللي هو سن المراهقة ويعيي بطبيعة الحال. انا نسكن في بلديه صغيره، الكل يعرف بعضاه. كنت ديما نشوف واحد الشاب كان عنده هذاك الوقت 24 سنه، وكان يعجبني بحكم هو انسان مافيا وموشم في دراعه وغير تاع حباسي. انا كنت نشوف فيه حاجه كبيره، بحكم كان يعجبني كنت نحوم عليه وين يحط رجله يتلاقى بيا. عاقبة عليه، وانا كي نفوت عليه نشوف فيه ديما، حتى واحد النهار حكى معايا وقال لي واش اسمك يا زغرونه؟ قلت له ايمان ورحت. فايته هذاك النهار مرقدتش قايتك من الفرحه. كان يوم ولا في الاحلام. رجعت للدار فرحانه صاي شغل ابواب الجنه تفتحت لي، ومن تم عاد ديما يحكي معايا في الشارع. انا داك الوقت ما كانش عندي تليفون، كنت مره في اليوم هكا نشوفه من بعيد ويفوت عليا وكلام خفيف. حتى وين الحق، واحد النهار فات عليا بطوموبيل نتاعو كان شاريها صح ليه. قال لي ركبي وانا فايقه وعارفه ما ركبتش معاه. قلت له المره الجايه، دوك راني رايحه وراح. ورجع الامر يتكرر، وين يشوفني يقول لي اركبي معايا اركبي معايا، واذا كان على رجليه يقول لي علاه ما تحبيش. وهداك الوقت كانت العطله تاع الصيف، صرا مشكل تاع الحومه ومنا حتى هو دخل الحبس. وداك النهار نشفانو مليح، دخل الحبس نهار 12 جوان، وقعدت سمانه وخرج. وهو كي دخل انا الارض ما حملتنيش، نبكي متوحشاتو وكلتش كنت نبغيه فيه، نعشق فيه صاي يقول لي موتي نموت. بعد ما خرج رجعنا نهضرو كيما كنا من قبل، حتى واحد المره اختفى فجاه وبدون سبب. ما رجعتش نشوف فيه، رحت البلايص اللي قعد فيه يقصر ما كانش، ما مازلت شفتو. الحق الوقت ليكول يعني الدخله، وكي دخلنا في هذاك الوقت في سبتمبر قرينا عادي وكلش. وانا من مرات داك النهار نتفكره ويغيدني الحال. في نوفمبر واحد النهار كانت الشتا تصب بزاف والحال بارد. هذاك النهار واقفه مع صاحبتي في الكلاسه، ما جاش الاستاذ. جات تحكي معايا قالت لي هذا فلان ياسين راهو تزوج، وانا الخبر طاح عليا كالصاعقه. صاي حسيت الدنيا ظلامت، وقلت لها وش من ياسين؟ وين ياسين؟ قالت لي ياسين بن فلان وفلانه اللي يسكن في بلاصه فلانيه. انا صاي ما قدرتش، قلت لها ايه مليح، خير ملي كان ضايع. وخبطت لاكوغ ورحت لبلاصه بتخبيه وطرطقت بالبكا هيستيري صاي بالشهقه. قعدت نبكي نبكي وغلقه فمي باش ما يسمعونيش. حسيت روحي انتهيت. التم ومن بعد خرجت وكلمت روحي وطلعت الكلاسة وقعدت حتى صونت وخرجونا ما قريناش رياضة تاني بحكم النهار ماشي تاعها. رحت للدار وانا صاي نمشي وخلاص، مش عارفه وش ندير. رحت للدار ودخلت للشومبرة تاعي وطرطقت بالبكا، وجهي على المخدة ودموعي وديان. ونط وصليت ودعيت ربي يرفع ليا هاد الغبينة. كملت ايامات هاديك والحق جونفي، وكنت مسجله دروس خصوصيه، كنت نقرا عام البوام. هذاك النهار يعني نهار الجمعة الصباح قيس العشرة، كانت قرينيها هاد المدام في دارها. لو مشت طلقت شعري بسكوا قصير ولبست وخرجت، ونهار هداك مش مس عادي يعني. رحت طبطبت على صاحبتي ورحنا نتمشاو، رحنا صاحبتنا التانية ورحنا للتالتة هما قراب البعض. انا شويه هكا وتصدمت كي كنا نمشو ويجي فايت عليا. كي شفتو لوني تبدل، حسيت روحي هكا كي كنت ماشيه وتضربت في الحيط، وهو شافني وقعد يضحك لي ويشير لي بيدو. انا من الصدمه خمست معاه وضحكت. كي مشيت قدام البنات شوكاو، قالوا لي كيفاش تعرفيه بحكم سمعتو ماشي شابه كامل. قلت لهم نو نعرف من بعيد لبعيد، وضربت النح عليهم. رحنا نقرا وانا مازال في بالي. كي خرجنا وقت 11 ونص شفتو تاني وفي نفس السيناريو رجع صرا. تبسم وتبسمت وخمسنا لبعضانا. صاحبتي لانتي شات تليفون دوك الايام وحلت فيسبوك، ورحت قلت لها احكي معاه على اساس انا بيقول له التليفون تاع اختي. رحت دارت كيما قلت لها واكسبتاني. وانا من فرحتي ما حبيتش حتى نعرف وين راح هذاك الاشهر، حتى نسيت الحكاية الزواج وكل شي بغيت نعرف حواله بس. وحكينا عادي. من بعد رجعت فكرت وقلت له واش حكاية الزواج؟ قال لي ما كاش منها وضرب النح، وانا سكت صاي. كملنا نحكو مع بعض مرة على مرة في الفيس، ولا كي نشوفو برا نفوت عليه. الحق البوام
ودار مشكلة كبيرة، ضرب واحد وفتح له كرشو بالموس، وكالعادة رجع للحبس. قعد شهر، فات البوام وكل شيء، وربحت وفرحت، وهو مازال يجي في بالي. خرج داك الوقت في اوت من الحبس، وكي سمعت بالاخبار يا ارض انشقي بالعيني. من فرحتي وليت نطلع وننزل في نفس الوقت، خايفة. فاتوا 3 اسابيع ما شفتوش، ما حكيتش معاه. جارو برك يجيب لي في اخباره. شريت انا تليفون وحليت فيسبوك، ورحت رسلت له انفيتاسيون تاني، وانا نبعت له فيه سلام ومخلوعه. حكى معايا قال لي نتعارفوا، بدلت الاسم وكلش، وهو قال لي صح. ومع الوقت بدا يحكي لي وقال لي انا نحب وحده وهي عاهره حاشاكم تاع ملاهي وتخدم، راكم فهمتوا واش. وانا من الشوك حبس عقلي وقلت له راك من نيتك. وقال لي ندير كلش على جالها، نبغيها وهي الدنيا تاعي. انا بالسوق قلت له اسمع نقول لك حاجه، انا ايمان اللي كنت نمشي معاك. قال لي ما عرفتكش، وصفت له نفسي ومنها عرفني وبدل الموضوع تاع هاد البنت، ومن تب بدل الحكايه وما رجعش يحكي معايا بلا ما يذكرها كامل. واحد النهار قال لي نتلاقاو في البلاد بحكم الناس ما يعرفوناش، ورحت للبلاد، درت قالب لعائلتي ومنا هبطت البلاد وتلاقيت بيه. رحنا الحديقه، صرا اللي صرا، بصح ما درتش عذريتي. المهم، بلا ما نشرح وش صرا، خاصة طفلة في عمرها 15 وشاب في عمره 25 سنة. كملت ورجعت للدار ونحل في الفيسبوك، نلقى وحدة مسمية الكونت تاعها أميرة أبي. راسلت لي فوتوات وفيديوهات، وانا كنت بالزيرو، بارطاجيت من عند اختي ونشوفها. صاي سكر طاح لي، لقيتهم فوتواتي معاه في ديك لي جاست، وانا مش شوك. بقيت نقولها شكونتي، وتقول لي انا صاحبه، وراه هو اللي قال لي نصورك معاه باش يهدك بيهم. واني شفتك صغيره ما حبيتش ندير لك اكثر من الهك، وراهم عنده فوتوات وكلش. وانا نبكي ومخلوعه والدنيا ضاقت لي. خممت ننتحر، نقتل روحي، نهرب من الدار وصاي. ما لقيتش حل، وانا انسانه كتومه وما نحكيش مشاكلي ومن بينش وش يصرالي كامل. وانا هاد المشكل صاي ما قدرتش نواجه به اي شخص، وهو ما قلتلوش وش قال لي صاحبه. ومن بعد هاد السيد بدا يقول لي يخصوني دراهم ومنا، اي مره نمدلو مره نو، بلا ما يهدد فيا. حسبني ماشي متحلبه الحكايه كامل، وانا شديت في ربي وبديت نصلي وندعي ونبكي، واللي نقوم فيه ربي يغفر لي ويسرح لي هاد الحكايه. فات العام كامل نمشي معاه عادي، وما قلت لكمش هذا كان مع العاهرة ويحبها، وانا ينافيكي مني دراهم. وهنا بكل صراحة ما قدرت ندير والو، بس كنت نتحرك خطوة غلطة يبدا يهدد فيا. فات داك العام ويجي داك النهار وتطيح عليه الدولة في الشارع، يبيع في لا دروغ ورافد معه أسلحة بيضاء، وقيمة هذيك الممنوعات كبيرة، تسقام 25 مليون. صفقة كبيرة دخل عليها للحبس، وحكموا له 3 سنين بيسك عنده سوابق وتعدى على الأمن. في ديك الضربة واللي كان رافدو، وفاتت الحكاية وفرات، وفاتوا عامين ولحقت 18 عام. خطبني وليد خالتي ومش متحلب للحكاية هذه، وانا اديتها عبرة. خيانة وغدر ومصلحة ومشاكل وحب، في التالي اديت العبرة وعرسي نديرو كي نلحق 20 سنة، نكونوا واجدين وكل شيء. ودوا العبرة يا البنات، خاصة الصغار، بعدوها على هذا النوع لياديكم ويدير لكم هكا. ماذا بك فيديو والحب في مرحلة المراهقة، هي مرحلة قراية وحرص النفس، وبعد على الشهوات وهدو العفايس. سلام. وش رايكم خاوتي؟ يعطوني رايكم في التعليقات. اي بنادم حب يحكي حكايته، كساسوا رعب، موقف صرالو، حكاية حب، يعني اي حكاية، يتواصل معايا في الايميل، دوك نحطو اسفل التعليقات.